الرحيم. راح حضرته دكتور خالد محمود من مصر كل البلاد والسادة أعضاء مجلس الإدارة. مجلس التحدث بداية أنا بشكر الدكتور خالد وعلى إدارته في الفترة العصيبة اللي بتمر بيها مصر. الرياضة دلوقتي بقت قبل الرياضة محتاجين تأمين ومتابعة وأمن، بقت الرياضة أمنية، ودي حاجة غريبة لأن الرياضة أساسا سمو. الرياضة أساسا اتوجدت لسمو الناس، مش لأن أنا أخذهم وأحطهم في موقع حربي. فأنا فترة غريبة بتمر بيها مصر، والفترة دي أعتقد إن محتاجة تآلف وتكاتف ونحاول نسجل وكتير لغاية أصغر واحد فريق نادي إذا كانوا هم عايزين الرياضة تستمر. ما ينفعش أنا وأنا بجهز لماتش أجهز ضمنيا. هي السبب في وجود هذا الاتحاد، وبتوجه الاتحاد لإدارة اللعبة فقط لا غير، دون أن تمد الأندية أيديها بتحقيق السياسات العامة اللي احنا حطيناها بالاستراتيجيات. يبقى بالتالي صعب جدا ان احنا بنفتخر كأسرة كرة يد مصرية وكل ربوع مصر وكل مدن مصر. احنا تمكنا في العام المنصرف احنا ندير منظومة من 3663 مباراة. جميع المراحل السنية كانت 36 مرحلة سنية، كمان 39 مرحلة سنية. ولنا الفخر ان احنا نقول ان احنا اللعبة الوحيدة الجماعية اللي يقدر تتحدى الظروف وأمن. احنا لنا رسالة في هذا المكان. رسالتنا شأنها شأن أي حاجة تانية. احنا بنربي أجيال بنعد هو في الصالح وبنعد عن الانتخاب وبنعد عن التأثير الغلط والتصرف في الأفكار العقائدية. احنا بنكون جزء تربوي من هذا، بخلاف الناحية الاقتصادية. لو حسبنا مدينة والقاهرة، ما ينفعش اقول ان اقل عدد من الأندية عشان اشهر المنطقة يبقى 7 وعمل. ضد الكلام ده كان وزير الداخلية ولا لا فاحنا ما ينفعش اللائحة بتاعتنا تقول ما انشئش منطقة، ما أشهدش منطقة إلا إذا تواجد 7 لاعبين 7 أندية. يعني القاهرة ممكن بسهولة تعمل 20، اسكندرية ممكن تعمل 10، لكن لما يجي بورسعيد الناس المشكلة احتويتها ما كبرتهاش كده هيبقى لصالح الناس. وإذا المشكلة حصلت واحتويتها وأخدت منها عبرة واخدت منها حذر قلت كده واخدت منها احتياط يبقى هستفاد. انا كما قلته الفتره اللي فاتت كله ان انا بطفي مشكله بحاول اسكتها، لان بقت لا مؤاخذه مستيكه في التلفزيونات كل حلقه تطلع بقى هتقولنا المتحدث او المذيع اللي كان بيقول لما مشيت بتاعت كرة اليد اللي بيلعب في الدور راح على طول قال الادب طب بيلعبوا ليه؟ يعني اذا ابتدى يهدلك الصومعه اللي انت بتبنيها. يعني هو الغرض ان احنا عايزين نقفل على نفسنا عشان نمشي لعبتنا.